أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في ناس كتير بتفتكر ان اكتر حاجة مرعبة ممكن تحصل ليك انك تشوف شبح او تسمع صوت غريب، لكن الحقيقة في حاجات بتحصل في البيوت محدش يقدر يفسرها ولا حتى يفهم ليه اخترت الشخص ده بالذات. النهاردة احكي لكم قصة كل اللي شاركوا فيها رافضين يرجعوا المكان ده تاني، حكاية البيت اللي اتحول من ملجأ لمجرد كابوس. والكابوس ده مش اي كابوس، ده الكابوس اللي تسبب في اختفاء ابن قدام ابوه. في لحظة اختفائه دي ما سابش اي اثر ليه. معاكم عبد الرحمن صاحب قناة حكاوي الدهشان. جهزوا نفسكم لقطر الحكاية. هنا تتفرجوا على قصص إسلامية مليانة عبر وموعظة، قصص رعب وتشويق تخليك كأنك عايش الأحداث لحظة بلحظة. كل قصة هتاخدك جوه الأحداث من أولها لآخرها كأنك جزء منها. ما تفوتش قطر الحكاية، اشترك دلوقتي وعيش المغامرة علشان قطر الحكاية ما يفوتكش. ويلا نبدأ الحكاية. بطل القصة دي اسمه عم منصور. عم منصور ده كان عايش في قرية صغيرة في صعيد مصر. عم منصور ده كان راجل بسيط وطول عمره عايش في الغربة، ولما قرر يرجع مصر قرر يعيش في بيت ابوه القديم اللي بقاله سنين مقفول. ومن اول يوم وهو ملاحظ حاجة غريبة، كل ما يفتح باب البيت يلاقي ريحة بخور غريبة. والريحة دي ما كانتش وحشة، بالعكس كانت ريحة حلوة مع ان البيت بقاله سنين مقفول. لكن مكان ريحة البخور دي مش معروفة. في الاول افتكرها من عند الجيران، لحد ما في يوم وهو داخل البيت بالليل شاف باب من ابواب الاوض مفتوحة مع انه متأكد ان هو قافلهم قبل ما يخرج. في اللحظة دي راح يقفل الباب، لكن اول ما قرب من الباب اتقفل لوحده من غير هوا ومن غير ما اي حد يقرب منه. عم منصور كانت شخصيته قوية وما كانش بيخاف بسهولة، لكن اللي حصل بعد كده هيخليه يسيب البيت وما يرجعلوش تاني خالص. وفي ليلة من الليالي حوالي الساعة 3 الفجر صحى صوت خطوات ماشية في الصالة رايحة جاية. قام عم منصور بهدوء يفتح الباب، ولما فتح الباب ملقاش اي حاجه، لكن كان في صوت خطوات كأن في شخص كان واقف ورا الباب رايح جاي. في اللحظه دي سمع صوت حد بينادي عليه من اخر الممر. الصوت ما كانش عالي لكن واضح جدا، وواضح انه صوت ست. يا منصور. مع انه كان عايش في البيت لوحده ومفيش حد معاه. اللحظه دي اتجمد في مكانه لحد ما النور في الصاله بدأ يهيب ويطفي. وبعدين شاف في اخر ممر بتاع الصاله خيال ست واقفه ما بتتحركش وشعرها نازل على وشها. عم منصور في اللحظه دي جر رجليه وجري على اوضته وقعد في الاوضه لحد الفجر. عم منصور في تاني يوم قرر يجيب ابنه شريف يقعد معاه كام يوم ويساعده في ترتيبات البيت. شريف كان شاب جريء وما بيخافش، وكان في اوائل العشرينات وما بيصدقش الحاجات دي خالص. وفي اول ليله قال لابوه يا حاج منصور البيت عادي وما فيهوش اي حاجه غريبه. لكن تاني ليله سمع ابوه صوت صرخه عاليه. جرى بسرعه على اوضه شريف، ولما دخل اوضه شريف اتفاجئ ولقى شريف واقف قدام حيطه ثابت ما بيتحركش، وما كانش قادر يتحرك وعينه كانت مفتوحه على الاخر. والحيطه دي كان متعلق عليها صوره ست، وصوره الست دي نفس الصورة اللي شافها عم منصور في الصالة. في اللحظة دي شريف اتكلم بصوت مقطع وقال يا بابا الست اللي في الصورة دي أنا شفتها وكانت لسه واقفة جنبي من شوية وكانت عمالة تبص عليا. فعم منصور قرر يمشي من البيت فورا، لكن قبل ما يخرج سمع نفس الصوت بينادي وبيقول مش هتسبونيه. في اللحظة دي النور طفى فجأة والباب الرئيسي للبيت اتقفل لوحده. وشريف حاول يفتح الباب لكن معرفش، وفجأة صرخ بصوت عالي وبعد كده اختفى قدام عين ابوه. واختفاء شريف في اللحظة دي زي ما بيقولوا كده الأرض انشقت وبلعته. لحد النهاردة الشرطة ملقتش أي أثر لشريف، والبيت اتقفل بالشمع الأحمر لحد دلوقتي. وكان كل لما حد يقرب من البيت ده يسمع صوت واضح جدا نفس صوت الست، زي ما يكون مستنيه اي حد يدخل البيت علشان تاخده زي شريف. وفي النهاية مش كل بيت مهجور فاضي، ومش كل باب مقفول بيحميك، واوقات في حاجات موجودة في البيوت دي مستنية اي حد يفتح لها. وكده نكون وصلنا لنهاية القصة والحكاية. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وما تنسوش توصلوا الفيديو لاكبر عدد من اللايكات. لو حابين نستمر في نفس المحتوى ده اكتبوا لي في الكومنتات، والى اللقاء في فيديوهات اخرى ان شاء الله.